السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير، ان شاء الله تكونوا مزيانين مع هذا البرد هذا. صراحه اسبانيا فيها البرد هاد الايامات هادو. المهم كيف ما شفتوا في الفيديو بغيت نهضر لكم على الكورسوس اللي تقدروا ديروه هنا في اسبانيا، وعندهم موتشا ساليداس لابوراليس، يعني فاش تكملوا الكورسو كاين بزاف ديال فرص الشغل فيهم والخدمه ديالهم مطلوبه. كنت سبق لي درت واحد الفيديو بحال هذا هذه شحال اكثر من عام ونص، ولكن دابا بغيت نعاودو باش يشوفوه الناس اللي دخلوا عندي جداد، وغادي نزيد ان شاء الله فيه بعض الاضافات. ولكن حاجه قبل ما نبدا، يعني باش نكونوا مفاهمين عليها، انا هاد الكورسوس هادو اللي غادي نقولهم لكم انا اختاريت الكورسوس اللي يقدر يديرهم اي واحد. يعني كورسوس اللي ما يطلبوش واحد النيفيل في القرايه، يعني ما يطلبوش الايسو، ما يطلبوش الباتشيراتو، يعني ما يطلبوش الباك، وما يطلبوش حتى واحد اللغه اللي تكون مجهده، يعني واحد اللغه تاع 100%. يعني اذا كانت عندك اللغه غير 50 او 60% راك تقدر دير هذا الكورسوس هذا. اما الا جينا نشوفوا الخدمات كاملين اللي مطلوبين هنا في اسبانيا وعليهم الطلب، راه كاين بزاف اللي ما غاديش نقولهم، ولكن كيطلبوا فيهم انه يكون عندك، يعني اصلا باش دير الكورسو ديالهم خص يكون عندك لا ايسو هنا في اسبانيا، او يكون عندك الباتشيراتو، ولا يكون عندك الباتشيراتو ديال المغرب اومولوغادو هنا في اسبانيا، بحال مثلا الميكانيك او لا استيتيكا ولا بحال هادو. باش تدخل في التكوين المهني ضروري يكون عندك الباك ولا الايسو ولا الباك اومولوغادو هنايا. المهم هاد اللي اختاريتهم انا كورسوس اللي يقدر يديرهم اي واحد، واخا ما تكونش عنده اللغه 100%، واخا ما يكونش عنده الايسو، واخا ما يكونش عنده الباتشيراتو. غادي نبدا معكم بالكورس الاول اللي ما فيهش النقاش ومطلوبه فيه الخدمه في اسبانيا كامله، اللي هو سوسيو سانيتاريو. سوسيو سانيتاريو او لا اوكسيليار دي خيرياتريا، يعني دوك المساعدين اللي كيكونوا يعاونوا الناس الكبار في الريسيدينسياس او لا في الاوسبيتاليس. صراحه هذا الكورسو مطلوبه فيه الخدمه دائما على العام، مطلوبه فيه الخدمه، لانه كما كتعرفوا اسبانيا عندها الشيخوخه، يعني عندها الناس الكبار بزاف، والريسيدينسياس ديالهم تبارك الله عامرين، يعني دائما كيطلبوا الخدامه. الكورسو ديالو صراحه ماشي صعيب بزاف، المده ديالو تقريبا من 6 شهور حتى 9 شهور، يعني ما بين تيوريكو وما بين البراكتيكاس، ما بين القرايه وما بين السطاج ديالو، تقريبا من 6 شهور ل 9 شهور. اللي عارفه انه ماشي صعيبه القرايه ديالو، ولكن الخدمه ديالو، يعني باش نكون صريحه معكم، صعيبه. الخدمه ديال سوسيو سانيتاريو خدمه صعيبه، لانكم كتخدموا مع الناس الكبار. يعني الخدمه داخله فيها الالمينطاسيون، يعني كتوكلوهم، داخله فيها الاخيان، يعني نتوما اللي كتنقيو لهم، كدوشوا لهم، الا كانوا كيبدلوا البانيير خصكم تبدلوا لهم، داخل فيها التيمبو ليبري، كدوزوا معاهم الوقت الفراغ ديالهم. المهم هادشي اللي الخدمه ديالها. وبالنسبه للسويلدو ديالها، يعني السالاريو ديالها تقريبا الريديدور دي 1000 يورو، يعني 1000 اورو ماسو مينوس. هذاك الشيء على حساب كل ريسيدنسيا وكل امبريسا شحال كتخلص. بالنسبه للخدمه الثانيه اللي هي مطلوبه بزاف 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 في اسبانيا، هي يعني المجال ديال الاوستيليريا والريستوراسيون. نتوما عارفين عاوتاني بانه اسبانيا واحد البلد اللي سياحي، كاين بعض المناطق وبعض المدن اللي ماشي سياحيه، ولكن نقدروا نقولوا اسبانيا ان جينيرال واحد البلد اللي سياحي، فيه السياحه بزاف. اذا هذا الدومين ديال الاوستيليريا والريستوراسيون حتى هو خدامين فيه الناس بزاف، ومطلوب دائما مطلوب. اوستيليريا شنو كاع فيه، يعني داخله فيه الكوسينيروس، الايودانتيس دي كوسينا، كاماريروس، ايودانتيس دي كاماريروس، داخلين فيها مهم بزاف الخدمات ديال الاوتيل، بحال كاماريراس دي بيسو، هادو كاملين داخلين في الاوستيليريا. هي الصراحه كيخدموا فيه الناس حتى اللي ما عندهمش الكورسو، ولكن مؤخرا ولاو بزاف، يعني كيكونوا كورسوس في هذا المجال هذا. من الاحسن الانسان يدير كورسو، لان فاش كيكون عندك دبلومه كيكون عندك يعني كتولي تعرف داك الدومين اكثر، لانك غتقرا عليه، وكيعطيك يعطيك يعني واحد الفرص انهم يختاروك ويختاروا الكوريكولوم ولا السي في ديالك من بين الناس كاملين، حيت انت غيكون عندك مثلا الدبلوم ديال هذا الدومين هذا. القرايه فيه صراحه ماشي حتى هو ماشي واحد المده كبيره، يعني اغلبيه حتى هي هكا تقريبا من 4 شهور حتى ل 9 شهور ديال المده ديال القرايه فيه. وبالنسبه للخلاص فيه صراحه هاد الدومين ديال الاوستيليريا كيتخلصوا الناس مزيان،
خاصه المهم كاميرا دي بيسو كيبداو تقريبا ب 1000 1200. الا خدمتو مباشره مع الاوطيلات اولا ما كنهضرش على الناس اللي كتخدم مع الاي تي تي، حيت الا خدمتو مع الاي تي تي بطبيعه الحال غادي يجيكم السالاريو اولا يجيكم النومينه ناقصه، لان الاي تي تي غتدي معكم واحد النسبه. اما الا كنتو كتخدموا ديريكتامنتي مع الاوطيلات اولا تخدموا ديريكتامنتي مع الريستورات وداكشي غادي يكون السالاريو ديالكم يعني مزيان. حتى هذا الدومين هذا المهم صراحه فيه الخدمه ومطلوبه فيه الخدمه دائما، يعني كاين دائما فاش كتدخلوا تقلبوا الاوفرتاز دي تراباخو دائما كتلقاو الشركات كيقلبوا كاماريروس، كيقلبوا كوسينيروس، ايودانتيز دي كوسينا دائما. بالنسبه للكورسو الثالث اللي حتى هو وليت كنشوف بانه مطلوب بزاف هو موسو دي الماسين. موسو دي الماسين يعني هذوك العمال اللي كيكونوا خدامين في المخازن، يعني في الالماسينات في المخازن اولا المستودعات. هذا موسو ديال الماسين حتى هو القرايه فيه ماشي مده طويله، تقريبا كيقراوه ما بين شهر ونص حتى لشهرين، يعني مده قصيره باش ديروا هذا الكورسو. كيكون داخل فيه حتى الكورسو ديال كاريتييرو. كاريتييرو هو هذاك اللي كيسوقوا دوك الطوروس، اللي كيسوقوا دوك الرافعات، دوك اللي كيهزوا لي باليت، كيهزوا الصناديق. المهم راكم تكونوا عرفتوهم، صراحه ما عرفتش السميه ديالهم بالعربيه. قلت لكم هاد موسو ديال الماسين حتى هو مطلوب بزاف، وما كيقراوش بزاف المده، غير من شهر ونص حتى لشهرين. وكيتخلصوا المهم واحد السالاريو نورمال من 950 حتى ل 1200 على حساب السوايع، على حساب الشركه اللي غادي تخدمكم، والمهم على حساب فين غادي تخدموا. وهذا فين تقدروا تخدموا فيه، تقدروا تخدموا به كيف ما قلت لكم في المصانع، في الوزينات، في المصانع، تخدموا به في التينداس الكبار، تينداس اللي كيبيعوا مثلا الحوايج ديال البريكولاخي، كيبيعوا الحوايج ديال اللبني. تخدموا به حتى في التينداس اللي المهم الكبار اللي عندهم سوبرفيسي غراندي، بحال مثلا بحال ايروسكي، بحال كارديفور، بحال المهم هادو انا شفت كيخدموا فيه الناس يعني موسوس دي الماسينيس، كيسوقوا دوك الكاريتييروس، يعني كاينه فيهم الخدمه. انا بعدا شخصيا كل ما كندخل نقلب هكذا اوفرتات دي تراباخو كنلقى بزاف موسوس دي الماسينيس مطلوبين. والخدمه الرابعه هي كاريتييرو، يعني تقدروا ديروها بلا ما تكون داخله في موسو دي الماسين. كاريتييرو كيف ما قلت لكم هما هذوك اللي كيكونوا يسوقوا طوروس. المهم كيكون الكورسو ديالو صراحه قصير، راه غير في نهار تقدروا ديروه. المهم الكورسو ديالو من 8 حتى ل 20 ساعه الا كانت داخله فيه براكتيكاس. اما لا ما كانش داخله فيه براكتيكاس كديروه غير في 8 السوايع، كاين اللي كيديروا غير في 5 السوايع. صراحه كيخرج بزاف غراتيس، ولا ما كانش غراتيس يعني ماشي غالي، كيديروه بواحد 125 اورو ولا. المهم هادشي اللي عارفه انا. وكيتخلصوا ما بين 1000 حتى ل 1200 نيتوس حتى هما. المهم على حساب الخلاص دائما كيكون على حساب الشركه اللي مخدماتك وعلى حساب الكونفينيو ديالهم. المهم الخدمه الخامسه عاوتاني اللي ولا الكورسو الخامس اللي حتى هو ولا مطلوب بزاف، وغادي يكون مطلوب في اسبانيا كامله، ديال الناس اللي كتخدم في التينداس مثلا، ديال كاخيروس ولا ديبيندينتيس. الكاخيرو حتى هو باش تخدم كاخيرو تقدر تخدمها سين كورسو. صراحه انا شخصيا خدمت عامين وانا كاخيره سين كورسو، وتعلمت الفونكسيونيز ديال لا كاخا، يعني بزاف ديال الحوايج تقدر تتعلمهم. ولكن بزاف ديال الشركات اللي كيطلبوا كاخيروس يكون عندهم الدبلومه، صراحه ما كيتعطلوش، يعني كيقراوها غير في 4 ميسيس. والكاخيروس المهم راكم عارفين الخلاص كيف ما قلت لكم دائما على حسب الشركات، حتى هما من 900 حتى ل 1200. وصراحه الخدمه ديال الكاخيروس اولا ديبيندين في التينداس راها مطلوبه، ودائما حتى هما كيقلبوا الخدامه. وانتم عارفين يعني هذه ما كايناش غير في واحد المناطق في اسبانيا، راه كاينه في اسبانيا كامله فيها التينداس. يعني اذا كان عندكم هاد الدبلوم ديال كاخيرا ولا ديبيندينتا راه تقدروا تخدموا فيه في اي نوع ديال التينداس، سواء ديال الماكله سوبر ميركادوس ولا تينداس ديال الكسوه ولا الصبابط ولا يعني تينداس دي يعني ديال كوساس دي اوغار. في اي تيندا تقدروا تخدموا بهاد التيتولو هذا. والكورسو اللي عاوتاني بغيت نهضر لكم عليه ديال مونيتورا دي كوميدور اسكولار. هذا الكورسو هذا انا سبق لي درتو، حتى هو واحد الكورسو اللي ولا مؤخرا كيديروه بزاف. صراحه تقدروا تلقاو به الخدمه
الى المدينه اولا فين تكونوا ساكنين، يعني لا زون ديالكم يكونوا فيها بزاف المدارس. يعني بحال مثلا بويبلوس اللي غيكون فيهم مدرسه وحده ولا زوج غادي يكون الحظوظ قليله انكم تخدموا به، ولكن المدن الكبار اللي فيهم بزاف ديال المدارس وكل شيء يعني كاين حظوظ انكم تخدموا به. انا صراحه درته وجاوني جوج فرص انني نخدم به، ولكن ما كتابوش، يعني ما كتابوش. المره الاولى ما كتبش الظروف ديالي شخصيه ما قدرتش نمشي، والمره الثانيه يعني عيطوا لي باش نخدم في واحد البويبلو اللي بعيد عليا، يعني خاصني ترانسبورتي ما عنديش طوموبيل دابا. وانتم عارفين مونيتور دي كوميدور ما كتخدموش بزاف ديال السوايع، يعني كومو ماكسيموم غتخدموا 3 او 4 اورات، يعني غادي يكون السالاريو شويه ناقص. داكشي اللي انا ما قدرتش نمشي نخدم في مدينه اخرى، داكشي اللي غنبقى نربحو غادي نبقى تقريبا نضيعو في الترانسبورتي وبزاف نضيع بزاف ديال الوقت. هذاك الشيء اللي ما بغيتش نمشي، قلت حتى تبان لي شي حاجه هنا فين كنسكن حسن. غير هي نصيحه اللي يعني نقولها لكم، هذا الكورسو ديال مونيتور دي كوميدور اسكولار من الاحسن فاش ديروا معاه الكورسو ديال الانيماسيون. علاش؟ باش يكونوا عندكم الحظوظ انكم تخدموا اكثر، لان الا درتو غير المونيتور دي كوميدور اسكولار غتقدروا تخدموا غير في المدارس غير في المدرسات. بصح فاش كيكون معاه ديروه خونتو مع الكورسو ديال الانيماسيون كيكون عندكم يعني واحد الحظوظ انكم تخدموا في اوتيلات، تخدموا في كامبينغ، تخدموا في يعني في سنتروس دي اكتيفيداديس في الصيف، كيكون عندكم حظوظ انكم تخدموا في بلايص اخرى من غير المدارس. الا درتوه بوحدو يعني هو تقدروا ديروه في 15 ديات يعني سين براكتيكاس، بيرو الا درتوه مع الانيماسيون يعني تقريبا واحد الشهر كتكونوا ساليتوا هذا الكورسو هذا. وكيف ما قلت لكم هاد الخدمه ديال مونيتور دي كوميدور اسكولار يعني كنصح به الناس اللي ما كيبغيوش يخدموا بزاف، يعني ما عندهمش الامكانيه انهم يخدموا خورنادا كومبليتا. انا داكشي علاش درتو، حيت انا عندي وليدات صغار وهذا ما نقدرش نخدم واحد الخدمه اللي فيها السوايع بزاف. يعني صراحه انا انتريسادا انني نخدم غير شي خدمه ميديا خورنادا يعني كتناسبني وغادي تناسب التوقيت ديالي. خدمه اخرى عاوتاني اللي كنت قلت لكم ولات مطلوبه حتى هي بالنسبه للنساء ديال اوكسيليار دي بيلوكيريا، ماشي بيلوكيريا، لانه البيلوكيريا خاص يعني بحال غتقراوها في التكوين المهني خصكم ديروا غرادو سوبيريور، بيرو اوكسيليار دي بيلوكيريا يعني غير مساعده. تقدروا ديروا غير الكورسو ديالها، تقراو تقريبا فيه من 9 شهور حتى العام، حتى هو مطلوب لانه دائما مطلوبين ايودانتيس دي بيلوكيرات ولا اوكسيليار دي بيلوكيريا. والخلاص عاوتاني غادي يكون على حساب الامبريسا اللي غتخدموا فيها، كيكون من 900 حتى ل 1100 اورو. المهم حاولت انني نختصر لكم في هذا الفيديو هذا، وهضرت لكم على اهم الكورسوس اللي صراحه مطلوبين هنايا في اسبانيا، والخدمه ديالهم حتى هي مطلوبه. المهم كيف ما قلت لكم في الاول راني اختاريت كورسوس اللي يعني كيديروهم بزاف ديال الناس، وفي نفس الوقت ما كيحتاجوش شي لغه اللي كبيره ولا كيحتاجوا شي الايسو او الباتشيراتو. يعني اللغه بصح ضروري تكون عندكم واحد النسبه تاع 50 ولا 60%، لانه واخا غادي تسلكوا الكورسو غتنجحوا فيه مثلا راه ضروري غادي تحتاجوها في اللغه، ضروري تكونوا تفهموها وتكونوا يعني تكتبوها بواحد النسبه تاع 50 ولا 60%. وهادشي اللي كاين. المهم نتمنى انه الفيديو يعجبكم، تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تخليو لايك الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي. شكرا، مع السلامه.